السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد لنهار اليوم. إن شاء الله تكونوا كامل لاباس وبخير ومهنيين في صحة جيدة. واش راكم خياتي؟ واش راكم دايرين فيها؟ كش ما خدمتوا كاع طول العيد؟ إن شاء الله تكونوا كامل درتوا ولو كان الفعل برك، وربي يرزقكم كاملين. اليوم الوصفة تاعنا مقروط المقلة، يجي يذوب في يدك قبل ما يوصل لفمك، يجي معسل حتى للقلب، وهذاك الغرس ما نحكيش عليه، يجي طري بزاف بزاف. راح نشارك معكم كل الأسرار خطوة بخطوة، نعطيكم طريقتي. ومن اليوم اللي ياكل عندك المقروط يقول لك اعطيني الوصفة. تبعوا الفيديو للأخير باش تعرفوا كل الخطوات. لهنا نروحوا للمقادير وطريقة التحضير. عندي 4 كيلات ممسوحين تاع سميد خشين. أنا درت سميد خشين تاع ماما، ما درتش نصف خشن. حبيت ندير هذايا يجي مرمل به الله الله، يجي معسل، ما يجيش معجن من داخل. انا درت كما كنت قلت لك 4 كيلات ممسوحين، وكل كيلة ندير لها مغرفة تاع فرينة باسكو سميت تاعنا خشين، ونديرو مغرفة نص مغرفة كبيرة تاع ملح. نملحوه، هذاك الملح الدور تاعو انه يدير لك التحميرة هذيك المقروط تاعك يجي محمر الله الله. انا ما نحبش المقروط يجي بيض بزاف، يعني في الدوغي بزاف. نخلطو كامل النواشف كيما راكي تشوفي. نجيبو السمن تاعنا، نفس الكيلة نديرو كيلة الا ربع، ونكملوها بالزيت، نفيضوها بالزيت. كنا السمن تاعنا دايب وبارد، نديرو الزيت حتى يفيض معنا داك الكيل، يعني نمشو بنفس الكيلة. نحبطو كامل هذاك الليدام اللي راهو في الكيلة تاعنا، نحكم شوية سميد ناشف، ونحبطو هذاك الليدام ما يروحش خسارة. كيما راكي تشوفي انا ندير هكذا، نحطو كامل كامل، ونبداو نبسو في السميد تاعنا بهذه الطريقة حتى يتجانس معنا السميد مع هذاك السمن. حكيه بين يديك، ولا ديري هذيك العفسة اللي كنت ندير فيها بيديا بين زوج حتى تتشكل عندك كرة بهذه الطريقة. نغطوه ونخلوه على جيه، ونجيو للغرس تاعنا. لهنا انا عندي الغرس تاع البطانة ماشي هذاك الجاهز. درت له مغرفة تاع سمن ولا زبدة كيما تحبي، ودرت رشة تاع قرفة وجلجلان محمص، ونبدا نعجن فيه بهذه الطريقة. ندخل كامل هذيك الزبدة والجلجلان في الغرس تاعي، ونعجنو بالمزهر حتى نتحصلوا على عجينة يعني طرية بزاف. دوك تشوفي القوام تاعها. لهنا هذا هو السر تاعو باش ما ينشفلكش في المقلة، لازم في الاول يكون طري، وكي يبدا ينشف يجي في الماكسيموم تاعو. يعني شوفي كيفاش يجي طري طري، يعني معسل. لهنا نمسحو يدينا بالزيت، ونجو نديروهم ديبودة هكذا ولا حرابيش، ونوجدو كامل يعني الخطوات باش نكونوا منظمين في خدمتنا وتجينا الخدمة ساهلة. بهذه الطريقة نحربشهم انا كاملين على الخشينة هكايا، ما ندققش، ما نديرهمش رقاق. بهذه الطريقة نمسح يدي بالزيت ونسيم باش ما يلصقليش هذاك الغرس في يدي. كمل كامل الكمية اللي راهي عندي، ونبداو نروحو. انا بعد ما خليته ارتاح واحد 2 سوايع ولا، عاودت وليت ليه درتلو كيلة ماما وزهر، بليتو كامل كامل بهذاك الكيل. انا درتها كامل هذيك الكيلة. كيما راكي تشوفين ندير غير بصبعتيا هكذاك شو راكي تفتلي، وخليه يشرب على جيه، خليه واحد 20 دقيقة ولا، وعاودي يولي ليه. تسيبيه يشرب كامل هذوك السوائل، تبداي ديري يعني تنقصي بالشويه كيما راني هكذا ندير بالعقل، وتزيدي له بالعقل المزهر. انا كنت ندير في الاخر المزهر وحده، ما درتش الماء. يعني هذاك المزهر اللي يجي في القراعي شويه خفيف، ما عنده حتى معنى، ما فيش هذاك القاطع اللي نخافوه. كما راكي تلاحظي نديرو غير بصبعتينا، نفلفلوه برك كشو رانا نفتلو في الطعام بهذه الطريقه. وما تسرعيش ديري المزهر بزاف، بالعقل بالعقل، ديري غير بالقطره، وبداي توسي بصبعتك حتى تحسيه تحت يدك بدا يتحكم. كل ما ديري هكا بصبعتك هو راه يدخل فيه هذاك السائل
ويبدا يتجمل معاك العجين كيما راك تلاحظي. لهنا نحبسو ما نزيدش ندير المزهر صايي. لهنا نبداو نديرو في البودة تاعنا، نبداو نسوو فيه بيدينا على الشكل اللي رانا حابين نديروه. باين البودة اللي راح نديروه في المخروط يعني يبان. نبداو نفتحو في الوسط بهذه الطريقة ونديرو الغرس تاعنا في الوسط، ونبداو نطلعوه من الجوانب من تحت ونطلعوه من تحت ونطلعوه ونغلقو على هذاك الغرس، ونديرو هكايا بهذه الحركة بيدينا باش نخرجو كامل هذاك الهواء اللي راهو في الوسط، باش كي تعودي تدوري فيه ما يتحلش. دوك تشوفي انا يتحلي شوية الجهة اللي من هي ما كنتش ضاغطة عليه مليح. بهذه الطريقة يجيك من داخل يعني حاكم روحو، ما يجيش فيه الهواء ويتفتت لك. غير ديريه في المقلة يتفتت لك. نصيحة ثانية أنك لازم يكون شارب ماه مليح، يكون مشمخ مليح. شوفي لهنايا كيفاش يتفتح كي نبدا ندير بيدي. لهنا لازم تضغطي مليح بيدك باش تدخلي لافاغس هذيك مع العجينة يعني يتماسكو، وتبداي ديري في البودة تاعك بالطريقة المعتادة اللي نديرو بها كامل المقروط تاعنا. بهذه الطريقة انتي تحبي ترقي الحربوش تاعك ولا تخشنيه ولا تكبري الحبة ولا تصغريها، هذاك اختيارك. لهنا نديرولو انا نقصت شوية سميد قبل ما نشمخو نديرو على الحربوش تاعي باش يجينا مرمل. الله الله يجي فيه الترمال هايل. بهذه الطريقة ونديرو نقطعوه على شكل مخروطات. أنا عندي هذاك المول طاسيت بيه وقطعت الحبات تاوعي. وانتي ديري إذا كي متعودة. أنا معودة نقطع بيدي بصح كي شفت هذا المول قلت ندير بيه باش يجوني على حبة عفوا. شوفي لهنا هذوك الطروفي أنا نحيلهم هذاك الغرس باش تبقى لي العجينة يعني صافية، وهذاك الغرس نزيد نعاود نديرو مع الغرس اللي نكون نفاغسي فيه المرة الجاية، وهكذا باش ما يبقاليش العجين فيه الغرس بزاف لي شوت يعني. ولهنا نديرو هذه الحركة مع الحبيبات كاملين باش يبقاو لنا بومبي وما يجوش فيهم لي طراس تاع اليدين، ونحكوهم من ومن كيما راني حكمتها على جهة الغرس باش ما يتخسرلكش الشكل تاعها. بهذه الطريقة نديرو كامل الحبات ونوجدو الحربوش تاعنا. انا ندير بالحربوش ندير هذاك راهو يتقلى وهذاك راني نوجد فيه هكذايا باش تكوني يعني اكتيف في الخدمه. وثانيك ما ينشفش معاك المقروط كي تكوني مقطعاته ومخلياته ينشف. كي ينشف يبدا يتحلك في المقله، وهذه ما رانيش حابينها. تسمى كي يكون ناقص ما هو اللي يتحلك في المقله. كي ديري له بزاف الماء يجيك يابس، كي يعني كي تعجنيه بزاف يجيك يابس ما يدخلوش العسل مليح. كي تعسليه ما يتعسلش مليح. هذا المقرط ديريه على ضمانتي. انا عندي سنين وانا ندير بهذه الطريقه يعني كامل يحبوا المقرط تاعي. وندير الحبه يعني الله يبارك كبيره ويجي معسل للقلب. وهذاك الغرس تاعو يجي يذوب ذوبان. دوك تشوفي في نهايه الفيديو نكمل انا نقطع كامل الحبوش تاعي ونبدا نطيب في المقرط تاعي في زيت غزيره. لازم تكون خسرونه يعني غامقه، ماشي هذيك المقله تكون واسعه باش ما يتحلش معنا ثاني كي يكون حبيبات يلعبوا في وسط المقله. نديرو دايما هذه الحركه باش نسقملو كامل هذوك الطروفي وهذوك يعني هذوك الاخر اللي طراس تاع الموس والاخر. شوفي كيفاش تجي الحبه بومبي الله الله. قولي لي نتوما تحبوا المقروط تاع الكوشه ولا تحبوا هذا المقروط تاع المقله، وتحبوه بالغرس ولا تحبوه بالكاوكاو واللوز. انا جامي يحبوه بالمكسرات، يحبوه دايما بالغرس. يعني أغلبية ندير هذا. لهنا نجو نقلوه. شوفي أنا درت شوية عجين من قبل. شفت الزيت تاعي لهنا كان سخون ونقصتو شوية ماكسيموم يعني مش ماشي النار هادية بزاف وماشي بالعانية خليتها تبان. نخلوه يطيب فيه غير الضوء حتى يدينا هذاك اللون الذهبي. وانا ندير ديريكت من المقلة يعني من الزيت للعسل ما تخافيهش ما يتحلش معاك. باك تبعي واش راني نقول لك. من العسل عفوا من الزيت للعسل. العسل ديريه هكا كيما تشريه كيما تديريه ثقيل. من كثرة يكون المقروط السخون يبدا يتخفف معنا العسل ويتعسل معنا للقلب هذا المقروط تاعنا.
متضطريش تعاودي له أنا نعسلو هذه المرة، ما نزيدش نعاود نعسلو يجي شباب، برك نديرلو إلا حبيت نديرلو لابريونس هاذيك من الفوق، كيما راكي تلاحظي نديرو ديريكت في العسيلة، كي ديريلو هكذا يشرب، المرة الأولى هاذيك السخانة مع البرودة يشرب كامل هذاك العسل تاعو في كفايتو، ويجيك يعني يذوب ذوبان. سيي هذه الطريقة ورجعي لي بالخبر في لي كومونتير. نكمل أنا نقلي هذاك الحربوش، أنا الحربوش اللي نديرو نقليه باش كيما قلت لك ما ينشفليش، ولهنايا هذوك الحبيبات نفرغ عليهم العسل من الفوق، لهنا نكمل نقليهم، ولهنا هايليك الكمية اللي تحصلت عليها. شوفي أنا ما نديروش في الكسكاس باش ما يقطرلوش هذاك العسل، يبقى يكمل العسل تاعو بعدا تصفيه يعني عادي. ولهنا شوفي النتيجة النهائية كيفاش يخرج يهبل، اللون تاعو ما شاء الله. شوفي كيفاش يجي على حبة، وداك الغرس ما يتحرقش، يعني يبقى لك طري. أنا الزوج الكريم يموت عليه، هو زوج أختي يحبوا كل مرة يقول لي، يبعث لي يقول لي ديريهولي. من هنا نفتحوا حبة نشوفوها كيف كيف، يعني جا ما شاء الله معسل للقلب. اللي عجبتها الوصفة ونالت رضاها نتمنى منك ديري لي ابوني القناة وتخلي لي تعليق شباب كيفك. شوفي كيفاش يجي معسل للقلب ويجي طري بزاف، هذا اللي كتعود واحد راح يردو يعني يرد في لاصيات قدامه باسكو يتفتت. شوفي كيفاش يجي يذوب ذوبان، وهذيك الغرس هذاك يجي معسل، اون ماشي ماهوش غارس. شوفي كيفاش انا حبيت نقرب لكم الصورة باش تشوفي كيفاش للقلب يعني العسل هذاك ويجي يتفتت. شوفي الغرس تاعو كيفاش يكون. لهنا لحقنا لاخر الفيديو، وابقوا على خير ونتلاقوا في فيديو جديد.